قومي كي أرى نجم أمتي خير نجمي. باسم الثغر لا يسامر إلا كادحا يغسل الأمور بعزمي، ساطعا تملأ الجزائر أنوارا ويكسو البلاد حلة علمي. معجبا بالشباب في وثبة الضر قام سعيا إلى المجادات يرمي، ذلك النجم لا الأزاهير تحكيه بهاء ولا السماء بنجمي. يقظة الشعب مستواه إذا ما دب روح الحياة في كل قسم، بيد أني إلى الجزائر أهديه وحسن القبول غاية همي. لكم مني كل التحايا طيبة، وبحثت في القوانيس ولم أجد سوى تحية تليق بعيونكم وهي تحية الإسلام. فالسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته. هو يوم ليس ككل الأيام، يوم عالمي كان للمرأة فقط دون سواها. 8 من مارس 2016 يوم أبته الإقامة الجامعية برمجية 2 ألا يفوت هكذا كباقي الأيام وكسائر الليالي والساعات. يوم أبينا أن نحتفل به وإياكن طالباتي العزيزات بمسابقة هي مسابقة برنوس الشاعر للإقامة الجامعية برمجية 2. وخير ما نبتدئ به حفلنا هذا، قبل أن نبتدئ حفلنا هذا بآيات بينات ولن أذكر الأسماء، ولكنني سأقول كلمة دون سواها. أرحب بكل عين تنظرنا لأنكم سادة تفتخر بهم الجزائر وتفتخر بهم غليزان. فمرحبا بكل أستاذ حاضر معنا، ومرحبا بكل مدير حاضر معنا. نعم، على لساني يرحب مدير الإقامة الجامعية برمجية 2 السيد عبدان بكل ضيوفه الكرام. وخير البداية كلمات يخضع لها القلب خاضعا لا مضطرا إلى ذكر القرآن الكريم. نبتدئ بآيات بينات، فإذا قرئ القرآن فاستمعوا جزاكم الله خيرا. أولا نقول عيدكم مبارك، وأنا جد سعيد صدقوني ليست مجاملة. أول جو نعيشه في الإقامات الجامعية في الله، الشيء الذي يحدث في الإسلام ما كانش في جهة أخرى. أتمنى لكم من المزيد أن تكون الإقامة جامعية عادلة يلتقي فيها الطالبات. ولما لا بهذه المناسبة، مناسبة النادي الإقامة الجامعية، أن يكون مخبرا للفكر والثقافة والإبداع، بدلا من أن نعيش ونعاني هذا الخمول وهذا الجمود الذي يؤثر في شخصية سواء كان الرجل أو المرأة. وبالمناسبة أهنئ وأشكر سيد المدير بهذه المبادرة الطيبة والتي تشجعنا نحن كمدراء مؤسسة خارج قطاع الجامعة أن نبذل قصارى جهدنا في برمجة تبادل ثقافي وفكري بين الجامعة والثقافة إن شاء الله. وشكرا للجميع وعيد سعيد إن شاء الله. شكرا لك سيد المدير، قد حللت أهلا بين بناتك اليوم. إن أجمل شيء في الوجود هي الابتسامة التي تشق طريقها. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير، مساء النور، مساء الخير. بداية شوية صوت أعطونا الله يستر. بداية أحيي السيد مدير الإقامة الجامعية بنات برمجية 2
أرحب بالحضور كلهم، أخص السيد المدير دار الثقافة، السيد نائب مدير معهد التكوين الأئمة بالجيزان، وإمامنا وشيخنا. عيدكن مبارك. الحقيقة أنها يعني أخجلتنا، وهذا من حسن ظنها، ونرجو أن نكون عند هذا الظن الطيب الكريم. الشيء الجميل يا جماعة الخير أن نجتمع. الأب يتلذذ بالأرواح رضيعا بأمه، والأم تبكي وتقول، أين أنتم؟ أين أنتم يا عرب؟ أين أنتم يا عرب؟ أنا بين يدي عدو لا يرحم. أين أنتم يا عرب؟ أنا بين يدي عدو لا يرحم. أنجدوني وانجدوا طفلي، وانجدوا بلادكم القدس العربية. ضميري يؤنبني ولا أحس. إذا أخطأت في حقك للعذر ألتمس، وللأفكار الشنيعة أفترس، حتى لو لم أكن فارس. لو ما كنت إنسان، أو لدي سرعة النسيان. يا ليتني حجر أو حيوان، لا يحس بكل الأحوال، ولا يتذكر لحظات ذات الزمان، لحظات يوم حرمان من الحب والحنان. يا عمري، بحثت عنك في كل مكان، بين النجوم وشظائر النعمان. أنا السوراء طيب الأرض لوني، أنا طير المحبة بالهمار، ونبع حل في الجافة، وعودكم الزائفة. بذاك الوطن بشر يموتون تحت عن الأرض، وابتسامات الأطفال تتلاشى عبر الأزقة، وأحلامهم تتقاذفها الأقدام على الأرصفة. أين أصحاب الأرض؟ العمر عندهم يتهاوى، لحظة بلحظة بالحجاب يتوالى. لا يتعذبون للشتاء وبرده، يتوسدون التراب. فرماهم ربك بأئمة كبار، صنفوا الأحاديث بعلم ودراية، وأبانوا منها أصنافا مدرارا. وفي عصرنا حملة على الصحيح، ليفهم بغريب من الذكر جهارا. لكن الله سيقيض دوما علماء يمحصون اللذة. طيب ما نصب، وكأسي متاع متى
والذكاء من صفاته. شاعر لطالما رجاء بناتنا واخواتنا رجاء. تفضل استاذ. رجاء طالبات. رجاء النساء والنساء. وددت ان اشكر هذا الجمع الكريم. وددت ان اقول لكم ما قاله احد الحكماء: المكان الذي لا يؤنث لا يعول عليه. الأستاذ يوسف طيبي، الأستاذ محمد بقراع، الأستاذ محمد جوار، الأستاذ عمر الناش، الأستاذ زبير، الأستاذ محمد، الأستاذ الإقامة الجماعية، قادر درويش، والإخوة الأفاضل، كنا جزاكم هذا المساء شكرا عربيا، وأوصيكم خيرا فقط بعربية. سأقرأ ما تيسر. وأشبه أدل الحب قال الغزل. أشبه دار الأقدار ما بالك الأثار ولا خبروا بك بالشارع كيف طوي الدار مع الوكار الناس خفاو حديثك وكتبوا سرارك عليا خوفي تكون حاصل في الشباك الغير ولا في السماء صادفتي الحدية. أجي نسينا بيك حيرة وعذاب خليتينا لا توجيه لا ضمانة لا من يدعم خيانة. رجاء يا بنات يا إخوات، رجاء أحب أن أنوه قبل أن يعلن الرئيس عن أميرة الشعر وعن صاحبة اللقب أن ما كان بيننا هو كسب بشري. هذا النقد هذا كسب بشري يطرأ عليه ما يطرأ على سائر المحدثات من البلاء والتقادم، وأن ما قلناه إنما هو رأي يعتمد على الذوق. ليس لنا سابق معرفة بهؤلاء، ليس لنا سابق معرفة بهم، إنما هو غربال النقل، والغربال يختلف من الحقير الذي أمامكم إلى الأستاذ إلى الدكتور الذي قالت. ليس لنا سابق معرفة بهم. كنا مسبقا.
أؤكد لك أنهن سيستقبلن النتيجة بصدر رحب، لأنهن بنات الإقامة الجامعية قمرية 2. يا ترى من بين الست من ستكون أميرة الإقامة الجامعية لسنة 2016 وتحتفل بميلادها كل 2 مارس، عيد المرأة؟ مرأة جسدت نفسها بالمآثر، مآثر ليس هكذا هباء وانتصر، مآثر